السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بوصفة جديدة هنعملها مع بعض ان شاء الله. هنعمل مع بعض البقسماط. معايا نص كيلو دقيق، هنحط عليه رشة ملح زي ما انتم شايفين، وهنحط عليه كمان باكو خميرة فورية، وهنقلب كل ده مع بعض، وهنحط كمان معلقة سكر ونقلبه مع بعض كده. بعد كده هحط معايا نص كوباية زيت، واقلبي بقى الخليط ده كده كويس. حاولي بقى تغلفي الزيت كله كده بالدقيق. بعد كده بقى هضيف الميه. معايا كوبايه ميه دافيه. الميه حسب ما الدقيق هياخد معاكي. هضيف شويه بشويه كده زي ما انت شايفه، وهعجن. هاخد بقى العجينه كده على الرخامه، وهفضل اعجن فيها كده شويه، حوالي 5 دقايق، لغايه ما تبقى معايا عجينه ناعمه وطريه. خلاص كده. بعد كده هحطها بقى في البوله، وهغطيها واسيبها بقى لغايه ما تخمر وحجمها يتضاعف. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. انا هنا بقى هجهز السمسم. معايا كميه من السمسم كده، هضيف عليها شويه ميه واقلبها. الخطوه دي مهمه جدا عشان لما تيجي ترشي السمسم ما يقعش منك، فالميه بتخليه يثبت كده على العجين وما يقعش. كده خلاص. خمرت اهي وحجمها اتضاعف. هاخدها بقى. هحاول بقى اقطعها كده قطع زي ما انتوا شايفين. هاخد بقى كل قطعة من دي وهبططها كده شوية، وبعدين هتنيها كده من الطروف. اقفلها كويس كده، وبعدين ابدأ ابرمها. هتعملي بقى الحجم اللي انت عايزاه، وبعدين هاخدها بقى على السمسم. اعملها كده بالشكل ده زي ما انت شايفة كده بالظبط. عندي بقى هنا الصواني. صينية مدهونة. هتدهني الصينية بالزيت وتروحي رصة بقى عليها البقسماط كده زي ما انت شايفة. انا رصيت في الصواني اهو زي ما انتم شايفين، صينية الفرن وصينية تانية ألمونيوم زي ما انت شايفة. هتغطيها بقى وتسيبيها ترتاح لمدة نص ساعة، حوالي نص ساعة يعني. بعد كده هتكوني مجهزة الفرن. هتسخني الفرن على درجة حرارة 180، وتسيبيه يسخن كويس، وبعد كده نحط البقسماط في الفرن. هيقعد حوالي ربع ساعة. وزي ما انت شايفة كده، ممكن تولعي عليه الشواية بعد ما يستوي من تحت، تولعي عليه الشواية شوية. وزي ما انت شايفة كده النتيجة طلعت ممتازة. بنص كيلو دقيق بس عملتي حوالي كيلو بقسماط. سعر الكيلو في الفرن ب40 جنيه. يعني انت لو هتجيبي كيلو ولا هتجيبي نص كيلو ب20 جنيه. طبعا انت عملتيه بنص كيلو دقيق، وفرتي. شوفي وفرتي كام بقى في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، وعملتي حاجة كويسة في البيت ونضيفة لولادك تفطروا بيه الصبح بالشاي بلبن. يبقى جميل جدا. طبعا الولاد كلهم بيحبوه. واقتصدتي شوية في المصاريف، وربنا يرفع عنا البلاء والغلاء ان شاء الله.
ويرزقكم الخير كله يا رب. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تعجبكم وتنول رضاكم، وانتظروني في وصفة جديدة. كنت معاكم أم مروان من قناة سهلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.